حدوته يمكن ربنا يهديكي وتنامي للصبح عشان ماما نفسها تخش تلبي نداء الطبيعه حبيبه ماما. ماشي؟ عشان خاطر انا ماسكه نفسي بقالي دلوقتي 10 ساعات هتفلت مني والله. نامي ربنا يهديكي. كان يا مكان يا ساده يا كرام ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. مره بقره جميله حلوه شاطره جدعه عندها 3 معيز، مخلفه 3 معيز. هي الحدوته اتحكت لنا كده عشان لما تكبري وتشوفي الفيديو ما تسالنيش ازاي يا ماما. ها، سوسو ولولو وميمي، وبابا سوسو ولولو وميمي ده كان مسافر بيشتغل في الخليج عشان يجيب لهم فلوس. خلاص، المهم ان هي كانت قاعده يا عيني لوحدها بيهم. وبعدين في يوم من الايام صحوا قعدوا يلعبوا في البيت، يفضلوا يلعبوا بكراسي الموسيقيه ويلعبوا شطرنج ويلعبوا دومينو ويلعبوا حاجات كتير مش عارفه ازاي المعيز بتلعبها، بس حصل ولعبوها. بعد كده جاعوا، راحوا لمامتهم قالوا لها يا ماما يا ماما احنا جعانين، لو سمحتي اعملي لنا ناكله. قالت لهم مفيش اكل في البيت، نعمل ايه؟ صبروا نفسكم بجبنه من التلاجة. قالوا لها كل يوم جبنه كل يوم جبنه. طبعا مش عارفين ازاي بقر ومعيز هياكلوا جبنه، بس معلش احنا زهقنا من الجبنه، انزلي يا ماما اشتري لنا حاجه تانية حلوه. قالت لهم خلاص انا هنزل السوبر ماركت اجيب لكم حاجات حلوه كتير، بس عندي شرط، لو سمحتوا ما تفتحوش الباب لاي حد خالص. قالوا لها يا ماما طبعا مستحيل نفتح الباب لحد خالص. قالت لهم انا معايا مفتاح، لما احب ادخل البيت هفتح بمفتاحي، غير كده لو سمحتوا ما تعملوش صوت، تقعدوا مؤدبين ومحترمين محدش يسمع لكم صوت، عشان خاطر في ديب وحش شرير بياكل كل المعيز. الام لبست الاسدال اللي عليها ونزلت قالت للسوبر ماركت انا عايزه حلويات كتير لعيالي علشان افرحهم. الديب كان بيراقب البقره وعرف انها نزلت من غير المعيز، من غير 3 معيز عيالها، فطلع البيت خبط عليهم ما فتحوش وما سألوش خالص. قعد يخبط 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 برضه ما فتحوش ما سألوش، بس من كتر ما هو بيخبط هم سألوا مين على الباب؟ قال لهم انا مامتكم افتحوا الباب يا حلوين. فقالوا له لا، ازاي يا ماما انتي معاكي مفتاح البيت، خش يا ماما بمفتاحك. قال لهم لا انا نسيت المفتاح في السوبر ماركت، اصلي سهيت وشايله حاجات تقيله. يا سوسو دي كانت الكبيره، يا سوسو انتي شاطره افتحي لي يا سوسو انتي الباب. فسوسو قالت لهم لا ماما قالت ما تفتحوش الباب لحد، اوعوا تفتحوا الباب. فردت لولو قالت لها لا دي تبقى ماما ازاي نسيبها على الباب. فجارت ميمي ولولو بتتكلم مع سوسو تفتح الباب، لقيت مين؟ لقيت الديب. قعد يقول لهم وسعوا كده، وقام فتح باب الشقه برجله ودخل وقفل باب الشقه تاني برجله وقال لهم انتوا هتتاكلوا النهارده. ماسك سوسو وكلها ولولو وكلها، وميمي عرفت تستخبى منه. مامتهم خلصت السوبر ماركت وطلعت، قعدت تقول ايه ده ازاي مفيش صوت، هم العيال حلوين شاطرين بيسمعوا الكلام للدرجه دي. فضلت تدور عليهم يا سوسو يا لولو يا ميمي، محدش بيرد عليها خالص. بتفتح باب اوضتها لقيت الديب بطنه مليانه ونايم على سريرها، ولقيت صوت واطي كده بقى بتاع ميمي وهي بتعيط. فضلت تمشي ورا الصوت لحد ما لقيت ميمي بتعيط وبتترعش وخايفه قوي. قالت لها يا ميمي فين اخواتك انطقي؟ قالت لها الديب الشرير اكلهم، انا السبب يا ماما، انا اللي فتحت له البيت يا ماما. فضلت تعيط 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 لمامتها وانا مش هعمل كده تاني، انا عمري ما هعمل كده تاني، انا هسمع كلامك يا ماما. مامتها خدتها وقالت لها استخبي في الحته دي امان اكتر، مهما حصل ما تطلعيش منها. وقامت جايبه السكينه وفاتحه بطن الديب ومطلعه سوسو ومطلعه لولو، وقالت لهم انا مش قلت لكم محدش يفتح الباب؟ هو مفيش سمعان كلام لكلام امكم؟ قعدوا يعتذروا ويعيطوا يقولوا لها يا ماما والله ما كان قصدنا يا ماما. فهموا الدرس وعرفوا ان هما ما يكسروش كلام ماما، ولو ماما قالت على حاجه يقولوا حاضر. وتوته توته خلصت الحدوته.